انستجرام مش عايزك تبقى مشهور، هي دي الحقيقة. لو عايز تعرف ازاي، ادخل على الفولورز بتوعك وهتلاقي حاجة جديدة جنب الكرييترز اللي عملوا لك فولو في اخر 30 يوم. بقى في حاجة اسمها فلاجد فور ريفيو. لما تدوس عليهم هتلاقي ان دول كلهم اكاونتس انستجرام شايف انهم ممكن يكونوا بوتنشال سبام، يعني ممكن يبقوا سبام وممكن ما يبقوش. انا في اخر 30 يوم بس عمل لي فولو حوالي 8792 شخص. انت متخيل انستجرام منعك كل شهر من انك يجيلك فولورز قد ايه؟ وكمان سايب لك هنا اختيار انك تعمل ريموف اول، انك تمسحهم كلهم. بس لو انت عايز تخلي الفولورز دول يجولك بشكل مباشر، هتروح على الاكونت بتاعك ومن الثلاث شرط هنا تدوس على سيتنجز اند برايفسي، وبعد كده تنزل لغايه اما تلاقي كلمه فولو اند انفايت فريندز، هتدوس عليها وتلاقي هنا اختيار اللي هو فلاج فور ريفيو. لما تقفل الاختيار ده بالشكل ده، اي حد بيعمل لك فولو حتى لو انستجرام شايف ان هو بوتنشال سبام برضه هيعمل لك فولو. خلي بالك، هو ممكن يكون في سبام فعلا في المجموعه دي، لكن مستحيل يكونوا كلهم سبام. فتقدر كمان تتسلى عليهم وتختار اللي انت عايزه يعمل لك فولو، واللي انت مش عايزه تقدر تعمل له ريموف. لو عايز تعرف اكتر على السوشيال ميديا ماركتنج، ادخل على داش ايجنسي، اللينك في البايو. وانا تامر، وفي الاخر بقى ما تنساش تعمل سيف الفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديده.